السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. زي ما انتم شايفين كده، ده قشر المانجا، الوصفة اللي قلبت الدنيا وعملت صراحة عملت نتيجة جامدة قوي. انا ما عملتهاش الا لما شفتها وعجبتني، فقلت اجربها واوريها لكم. بجد بجد الوصفة دي طريقة جميلة جدا وموفرة جدا، وعجبتني قوي، وبيتعمل منها كذا حاجة. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا اهم حاجة نعمل لايك ونعمل اشتراك، اللي اول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وربنا ما يحرمني منكم ولا من لايكاتكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله افضل الصلاة والسلام. هنبدأ الوصفة بتاعتنا، بس اهم حاجة، انا الوصفة كنت خايفة منها فما ضربتش معاها السكر. عادي بقى انت تتصرفي بطريقتك، بس بجد بجد عجبتني قوي. انا ما كنتش اعرف ان هي هتطلع نتيجتها جميله كده. فعادي انت حطي السكر وعلى ضمانتي بجد. زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت بفرز المانجا عشان خاطر اشيلها يعني في الفريزر. فكنت بقشرها، لما شفت الفيديو قلت اما اجرب القشر بتاعها واشوف الدنيا ايه. اخدت طبعا المانجا، طبعا احنا بنغسلها وبنقشر القشره اللي بره. فانا مرضتش ارميها وحبيت اجربها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. جبت شفشق الخلاط وحطيت فيه القشر بتاعي. بجد بجد القشر ده كله خير، مليان خير. طبعا انا اكتشفت ان انا بعد كده لما احب اضرب المانجايه اضربها كلها بقشرها بكله، واصفيها بعد كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، القشر بتاع المانجا بتاعنا زي ما انتوا شايفينه، انا مسكته ضربته في الخلاط وبالمصفى، وبدأت بقى كده اصفي بيه. يستحسن لو عندك مصفى ناعمة خالص يبقى افضل برضو. انا هنا زي ما انتوا شايفين صفيت كده المانجا بتاعتي. انا عايزه اوريكم هي نزلت كميه مانجا قد ايه، وبجد بجد تقيله قوي وجميله. بصوا، طبعا هقولك عليها، هقولك تعملي بيها ايه بعد ما نخلص الوصفه بتاعتنا الجميله دي. احط هنا كده تاني، انا بقولك انا كنت مفرزه مانجا كده في اكياس يعني تبقى جاهزه على العصير. طبعا بقى لرمضان كل سنه وانتم طيبين. طبعا جالك ضيف تبقى موجوده عندك في الفريزر. فحطيت بقى كده المية بتاعتي، بقيت احط مية واحط كده القشر بتاعي. وهضرب بقى كل القشر دوت. انا حبيت اجيب لكم قشر المانجا وهو في الخلاط، ولا في اي ضرر لشفشق الخلاط. ما تخافيش، قشرة المانجا اصلا ناعمة جدا وطرية. ما تخافيش ان تقولي مثلا تبوظلك شفشق بتاع الخلاط، لا ما تخافيش. وفي الكبة برضو بتبقى جميلة لو عملتيها في الكبة. انا هنا حبيت اجيب لكم الطريقة من الاول خالص واوريكم التجربة ديت عجبتني جدا، عشان كده انا حبيت اجيبها لكم من البداية. واجيب لكم الشفشق الخلاط وهو شغال مفيش اي حاجه ولا باظ، عشان فيه بيقولك يعني ممكن تبوظ شفشق الخلاط ابدا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده المانجا بتاعتي اهيت انا صفيتها. وهرجع اصفيها تاني بمصفى ناعمه خالص. بصوا انا جايبه لكم شفشق الخلاط ازاي، مفيش اي ضرر. ضربت القشر المانجا كله، وطبعا نازل تفل يعني، بص زي الليمون بالظبط. ما تخافيش خالص على شفشق الخلاط بتاعي. هضرب كل الكمية بتاعتي كده وهصفيها. بصوا بينزل تقل ازاي، تقيل ازاي، حاجة كده تحفة وخيال والله بجد. طبعا بعد ما تضربيها في الخلاط ممكن تحطيها العصير بتاعك تحطيه في الفريزر وتطلعيه تبتدي تعملي بيه جلاتي. حاجة كده عظمة بجد، ووفرتي كتير. هتحطيه وتطلعيه متلج، تعملي بقى تجيبي كريم شانتيه وسكر وتعملي جلاتي لاولادك، حاجة كده تحفة. وفي نفس الوقت ممكن تخلصي الوصفة بتاعتك ديت يعني العصير بتاعك، وتبتدي بقى تحطي السكر. انا اخر حاجة اخدت السكر وحطيته في اخر الشفشق. يعني كنت انا صفيت كده وخدته متصفي، حطيته في الخلاط وصفيته، وبعدين شربناه عصير. انا ما عملتش بقى ايه جلاتي، بس انا حبيت اوريكم ان انا عملته كده عصير بالطريقه دي. بصوا صفيت بقى العصير بتاعي وعبيته، وزي ما قلت لكم بعد ما ضربته في الشفشق جيت واخداه في شفشق تاني من غير قشر وحط له سكر وضرباه وفضيته في الكوبايه بتاعتي، وحاجه كده تحفه. بصوا ما شاء الله، وحبيت اعمل لكم بقى ايه شغل